تأهل تعادل، ولكن تعادل بطعم النصر، بما نحن نتكلم عن تأهل في صدارة المجموعة بالتساوي مع المنتخب الفلسطيني وانت لابس التيشيرت الفلسطيني. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اكيد هذا شرف لي اني البس تيشيرت فلسطين. مبروك للشعب السوري، مبروك لسوريا، ومبروك لاشقائنا الفلسطينيين يستاهلوا. الحمد لله. للامانه كان هدفنا انه نتاهل. كانت للامانه بتعرف المجموعه كثير صعبه، تونس وقطر من افضل الفرق بالبطوله. الحمد لله لعبنا بضمن تكتيك معين بضمن الظروف، والحمد لله بالاخير هي النتيجه الحمد لله انه قدرنا نتاهل. طيب اليوم احنا نتكلم عن تأهل بالنسبة للمنتخب السوري رغم النقص، رغم الغيابات الكثيرة بالنسبة لكم ما قبل البطولة، وصول لبعض اللاعبين في فترات متأخرة، ولكن اليوم المنتخب السوري وجد التوليفة المثالية، وجد الانسجام المثالي بالنسبة لهم في هذه البطولة. القادم بالنسبة لكم مرحلة لا تعويض. اكيد للامانه فريق صغير بالعمر، فريق جديد، لازم نصبر عليه. بتعرف هي البطولات بيكسبوا فيها خبره. ان شاء الله تكون بدايه خير لهم ان شاء الله. وبظن مثل ما قلت لك هي البطوله قادرين انه نكسب فيها الخبره، وقادرين ان شاء الله نروح فيها لبعيد. هدفنا انه نتاهل، والحمد لله كسبنا التحدي. عندنا مباراه صعبه بغض النظر يمكن مع المغرب او مع السعوديه، ان شاء الله لو وقتها ان شاء الله الى حديث ثاني. لكم التوفيق ومبروكين التأهل.